أنا مش هنام النهاردة غير لما أعرف إيه اللي جوه الصندوق ده. دكتورة ليلي أكيد خبت عني الفيتامينات اللي بتخلي الواحد سوبر هيرو. سيب الحديدة دي، أنا قفلت الصندوق ده عشان أحميك من اللي فيه. صحيح اللي جوه دول مش أشرار، بس في رمضان ممكن يعملوا لك مشاكل. مشاكل ليه بس؟ دي مكملات أصلية وغالية جدا اشتريتها من الصيدلية. افتحي الصندوق وخليني أشوف بنفسي. اتفقنا، بس اسمع كويس وهم بيشرحوا ليه وجودهم في جسمك وانت صايم ممكن يكون خطر جدا على صحتك. أنا الكرياتين بنفخ العضلات وخليك وحش في الجيم. أنا بسحب كل المية اللي في جسمك وأدخلها جوه العضلة، وده جزء مهم من وظيفتي. عطشان جدا، فين المية؟ لو بتاخد مني يا بطل في رمضان ومش بتشرب مية كفاية بين الفطار والسحور هعمل لك جفاف شديد وشد عضلي، وممكن الكلى بتاعتك تتأذى جدا بسببي. يا خبر! يعني بدل الواحد ما يعمل فورمة وعضلات جسمه ينشف زي الصحراء ويموت من العطش؟ خليك جوه الصندوق أحسن يا عم كرياتين. أنا بقى دواء تخسيس مجهول المصدر، وظيفتي إني أعصر جسمك زي السفنجة وأخليكي رايحة جاية على الحمام كل 5 دقايق عشان وزنك ينزل. في رمضان الجسم محتاج كل نقطة مية، لما تاخديني هطرد المية والأملاح المهمة من جسمك وهتدوخي ويغمى عليكي ونتقابل في الطوارئ. دوخة ومحاليل؟ لا لا لا، أنا وزني عاجبني كده، مش عايز أخس. ارجع للبوكس فوراً، خليك جنب الكرياتين. أنا بقى البري ورك أوت اللي مليان كافيين، سكوب واحد قبل التمرين وهخلي قلبك يدق زي الصاروخ واديك طاقة تهد الجبال. لو خدت مني في رمضان هطير النوم من عينك تماما، وهعطشك بالنهار جدا بسبب الكافيين العالي اللي بيطرد المية، وهتحس بضربات قلبك أسرع من الصاروخ. وانا كبسولات خل التفاح، الناس بتاخدني عشان التخسيس وحرق الدهون، بس يا ويلك مني بقى لو نزلت على معدتك وهي فاضيه بعد يوم صيام طويل هولع فيها نار. هعمل لك ارتجاع وحموضه رهيبه، ويمكن كمان توصل لقرحه في المعده. انا عايز معده تكون مليانه اكل، مش معده صايمه. قد اعذر من انذر. اقفل اقفل بسرعه، دول مستحيل يكونوا مكملات، دي اكيد عصابه جايه مخصوص عشان تبوظ لنا صيامنا. ازاي بس يبيعوها للناس في الصيدليات؟ شوف يا سكيلتون، المكملات دي ممكن تكون مفيدة في الأيام العادية، لكن في صيام رمضان بتبقى عبء تقيل جدا على الجسم وممكن كمان تسبب أضرار. طب وبالنسبة لحبوب الديتوكس يا دكتورة ليلي، وضعها ايه بالظبط؟ ده أنا كنت عايز أنظف جسمي من كل السموم قبل العيد. يا سكيلتون، الصيام نفسه هو أعظم ديتوكس لتنظيف السموم في العالم. جسمك بينظف نفسه بنفسه طول نهار رمضان، مش محتاج أي حبوب، لدرجة إن خبراء التغذية صمموا أنظمة غذائية مبنية على الصيام لساعات طويلة عشان الجسم ينظف نفسه من السموم، زي نظام الصيام المتقطع مثلاً. وإحنا ربنا فرض علينا صيام رمضان، لازم نصوم شهر كامل كل سنة عشان الجسم يعمل حملة تنظيف شاملة، إعادة ضبط يعني. وطبعا عشان نساعد الجسم في عملية طرد السموم دي في البول من خلال الكلى لازم نشرب مية كفاية بين الفطار والسحور، وساعتها الكلى هتاخد المية الزيادة بالسموم اللي الجسم خلاص مش محتاجها وتتخلص منها فوراً، ونطلع من رمضان بجسم خالي من السموم. وما ننساش القاعدة الذهبية، أي مكمل غذائي لازم نسأل الدكتور أو الصيدلي الأول عشان يحدد لنا النوع والجرعة اللي تناسبنا. يا صحابي، ما تجروش أبداً ورا الإعلانات اللي بتبيع وهم التخسيس أو الطاقة السريعة، واستخدموا المكملات الصح في الوقت الصح بعد استشارة المتخصصين، وسيبوا جسمكم يرتاح ويستفيد من بركة الصيام. صوموا رمضانكم بصحة ونشاط، وأشوفكم الحلقة الجاية في مغامرة جديدة من مغامرات وندرلاب. سلام.